في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها، لا سيما متعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 49 سنة، من أجل جريمة تكوين جمعية أشرار لاغتيال مع طمس أطار الجريمة عدم التبليغ عن الجناية. تعود حيثيات القضية إلى يوم 20 أوت 2025 على إطار بلاغ والبحث في فائدة العائلات لشابين البالغين من العمر الأول 24 سنة والثاني 34 سنة، المقدم من الرفاقة الإقليمية للدرك الوطني بن باديس من طرف الوالدة من قاطني بلدية بن باديس. فور تلقي البلاغ بشر في البحث والتحري في الموضوع، مستغلين تصريحات المبلغة التي بدورها أفادت عناصر الفرقة على العثور على بقع من الدم بمحاذاة المسكن الريفي التابع للعائلة. استغلالا لهذه المعطيات تم تكثيف وتوسيع دائرة البحث والتحريات، وهذا بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية وتنفيذا للتعليمات وتوجيهات السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس للكشف وفك لغز القضية، ليتضح بعد التعمق في التحقيق ومجريات الفعل أن القضية ليست عرضية بل فعل إجرامي مدبر، هذا من خلال اكتشاف قرينة بيولوجية في مسرح الجريمة وتتبع مسارها، مساعدين بأفراد الشرطة التقنية وكل من له صلة في الوصول وكشف الحقيقة، حيث تم العثور على جثة من جنس ذكر مدفونة وملفوفة داخل كيس من القرب من المسكن الريفي السالف ذكره، عليها آثار عدة طعنات بآلة حادة في مختلف أنحاء الجسم تعود للمرحوم عين ميم بالغ من العمر 41 سنة ينحدر من نفس البلدية. العملية مكنت في وجه التحقيق تحت إشراف وتوجيه قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بابن باديس في ظرف وجيز من توقيف 9 أشخاص مشابه فيهم الكل حسب فعله وطبيعة جرمه. لحجز أداة الجريمة المستعملة في الجريمة سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس فور الانتهاء من التحقيق. المساعد مولاي إبراهيم عبد الوهاب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بابن باديس.